الأخبار؟ مفيش جديد والله. طب ما دي حاجة كويسة. ها عامل إيه؟ عادي أهو يوم زي أي يوم. ما شاء الله، طب ما دي حاجة حلوة قوي. عامل إيه النهاردة؟ عادي نايم على السرير. هايل، دي حاجة حلوة قوي. يعني بتنام على سريرك، تدخل حمامك بنفسك، بتاكل بنفسك، بتشرب بنفسك، بتتحرك، بتقضي كل حوائجك بنفسك. أمال في إيه؟ طب ما تحمد ربنا. حصل لي موقف يا جماعة، ربنا حب يعلمني فيه درس حلو قوي، وأنا الحقيقة اتعلمته. أنا زي كل الناس اعتدت النعم، اللي هو مش حاسة إن دي نعم أصلا. إن أنا أصحى، وإن أنا أنام كويس، وإن أنا آكل وأشرب، وإن أنا أبقى طبيعية. أنا شايفة إن دي حاجة طبيعية، دي مش نعم. لحد ما صحيت من النوم على وجع رهيب جدا في بطني، لا يطاق، ما تقدريش تتحمليه. دخلت العمليات، عملية قعدت 7 ساعات، وبطن مفتوحة من ناحيتي من ناحيتي، فاتحة يعني مش عايزة أقول لكم عاملة إزاي. ساعتها كنت بشتهي الراحة، بشتهي إن أنا أنام ولو 5 دقايق. إن الدكتور كان محرج عليا إن أنا أفضل قاعدة على ظهري طول ال3 أسابيع علشان الجرح. كانت الدنيا صعبة جدا معايا جدا. كنت لوحدي لوحدي بجد، مش يعني مش كلام وخلاص. الدنيا كانت وحشة قوي قوي قوي. حسيت ساعتها بالنعمة. حسيت ساعتها ايه ده انا كنت في نعم كتير قوي وانا مش حاسة. هو انا ازاي كنت ناقمة على حياتي؟ هو انا ازاي كنت تعبانة في حياتي قوي كده؟ هو انا ازاي ما كنتش بحمد ربنا في كل لحظة على اني بصحى وبنام وباكل وبشرب وبنام على ظهري عادي كده واتقلب زي الناس الطبيعية. انا كنت حاسة ان الموضوع ده حاجة غريبة. كنت بشتهي الحاجة دي، بتمناها. نفسي اغمض عيني من غير ألم، ما احسش بألم. ساعتها أدركت إن النعم اللي إحنا بنحس بيها دي أو اللي موجودة في حياتنا إحنا مش حاسين بقيمتها يا جماعة، مش حاسين بقيمتها بجد. فيوم ما يجي يوم عليك وتبقى زهقان، احمد ربنا إن مفيش حاجة جديدة في حياتك. احمد ربنا إن أنت عايش، بتاكل وتشرب، بتقدر تتحرك، بتقدر تشوف طلباتك من غير ما حد يعمل لك حاجة. ربنا يديمها علينا كلنا النعم الحلوة دي.